السلام عليكم، أنا إبراهيم والنهاردة هنتكلم عن قلعة قايتباي بالإسكندرية. اشترك في القناة ويلا بينا. خلينا في الأول نعرف ما قبل بناء القلعة. سألت نفسك في يوم من الأيام قبل ما تتبني القلعة هل كان في حاجة قبلها في المكان ده؟ أيوة كان فيه. القلعة اتبنت على أنقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس اللي هي الأنفوشي حاليا، واللي بناه سوستراتوس المهندس المعماري الإغريقي بأمر من بطليموس الأول. والفنار ده اتهد في سنة 1302 ميلاديا بسبب الزلزال المدمر اللي حصل في عهد الناصر محمد ابن قلاوون. وبالمناسبة الناصر محمد أمر بترميم الفنار ده، لكن ما فضلش على حاله واتهدمت أجزائه عام 1375. والفنار ده كان من عجائب الدنيا السبعة وقتها. تخيل ان طوله كان 120 متر وقتها، يعني كان فاضل له 20 متر ويوصل هرم خوفو، ويعتبر اول فنار اتبنى في العالم. ويقال ان كان فيه مراية عملاقة عاكسة للضوء، ودي كانت بتبين السفن اللي جاية ناحية الاسكندرية قبل ما العين المجردة تشوف السفن دي اصلا. في سنة 1477 ميلاديا السلطان قايتباي زار مدينة الاسكندرية وراح لموضع الفنار القديم، وأمر إن يتبني على أساسه القديم برج، واللي اتعرف بعد كده بقلعة قايتباي أو طابية قايتباي. أيوة الطابية اللي في الشطرنج يا لئيم. وبعد سنتين من البناء انتهى قايتباي من بناء برجه في الاسكندرية، ويقال ان السلطان صرف على بناء البرج ده قرابة 100,000 دينار، وأوقف عليه الأوقاف الجليلة وجاء من أحسن الآثار. وده اللي قاله ابن إياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور. طيب هو مين هو قايتباي ده؟ هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباي المحمودي الظاهري. جه مصر وما كانش لسه وصل 20 سنة، فاشتراه الملك الأشرف بيرسباي وفضل في حاشيته لحد ما مات، فاشتراه السلطان جاقمق. وفضل قايتباي يتولى المناصب لحد ما وصل في عهد السلطان تمرغة لوظيفة أتابك العساكر، أو زي ما نعرف بقائد العسكر. ولما اتخلع السلطان تمرغة من الحكم مسك الحكم مكانه السلطان قايتباي سنة 1468 ميلاديا، اللي لقب بالملك الأشرف بعد كده عشان يبقى سلطان الدولة المملوكية البرجية الشركسية التاسع عشر، واللي حكم لمدة 26 سنة ويعتبر من أكبر سلاطين الدولة المملوكية. وكان ليه اهتمام بالإسكندرية بسبب كثرة التهديدات المباشرة لمصر من الدولة العثمانية، ومن حبه للفنون والعمارة كان بيتخذ شادن للعمائر اللي هو مهندس معماري دلوقتي، وكانت تعتبر وظيفة من وظائف الدولة. وقجماس الأسحاقي هو أشهر من تولى المنصب ده، واللي باشر أعمال بناء القلعة دي. وعلى فكرة مش بس القلعة دي اللي بتتنسب للسلطان قايتباي وقجماس، لا ده في عمائر كتير في مصر وبره مصر بتتنسب لقايتباي. قلعة قايتباي حاليا موجودة في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية. قلعة قايتباي وكانت معروفة بقلعة الفنار أو الفنار الصغير أو قلعة الإسكندرية. قلعة قايتباي كانت من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بناها قايتباي لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية، وتحديدا لصد غزوات الأتراك العثمانيين. القلعة اتبنت على مساحة 17550 متر مربع، يعني زيادة على 4 فدان، واتبنت حواليها أسوار القلعة الخارجية، والبرج اتبنى في الجهة الشمالية الغربية من المساحة دي. البرج الرئيسي عبارة عن بناء ضخم مكون من 3 طوابق ارتفاعه يزيد عن 17 متر مبني من الحجر الجيري، وفي كل أركان البرج هنلاقي 4 أبراج نص دايرة. البرج كان ليه 3 مداخل اتسد منهم 2 في الأجناب، واتبقى المدخل الرئيسي الحالي اللي موجود في الضلع الجنوبي للبرج. والبرج من جوه مكون من 3 أدوار. الدور الأرضي هنلاقي الجزء الأكبر فيه هو للمسجد، واللي اتبنى على نظام المدارس المملوكية. والغريب ان محراب المسجد مش في اتجاه القبلة اللي هي الكعبة، وده يرجع ان تخطيط المسجد تماشى مع تخطيط القلعة من حيث الاتجاه الى ال4 جهات الاصلية. وغير المسجد هنلاقي كمان على اليمين واحنا داخلين
قسم يتكون من رودها وبعض الغرف الصغيرة، والقسم التاني على الشمال وبيتكون من رودها وغرفة، واللي هنلاقي في القسم ده فتحة للصهريج اللي كان بيمد القلعة بالمياه. الدور التاني، وهتوصل الدور ده عن طريق سلم هيقطم ظهرك لو بصيت على السياح يا صايح. والدور ده بسيط جدا، فيه قسمين، قسم فيه ممرات والأبراج اللي في الأركان، والقسم التاني عبارة عن قاعات وغرف مطلة على صحن المسجد. الدور التالت، ونفس السلم اللي هيقطم ظهرك تاني يا نمس. الدور ده زيه زي الدور اللي قبله برضه، بس ده في حاجة هتلاحظها، نقسوا في الوحدات كلها من الطوب الأحمر، على عكس الدورين التاني والأرضي اللي كانوا من الحجر، وغالبا السبب هو تخفيف الأحمال على المبنى. ما تتهورش وتاخد قرار النزول دلوقتي، اهدى كده وخد نفسك وانزل 10 ضغط و10 بطن على ظهر وريح لك شوية. انت نازل السلم اللي لسه قاطم ظهرك من شوية، قابل بقى. القلعة ليها سور داخلي وسور خارجي. الأسوار الخارجية بتحيط بالقلعة من الأربع جهات. الضلع الشمالي هنلاقي ان تحته ممر فيه غرف كل واحدة فيها فتحة على شكل عقد كانت مصممة للمدافع. اما الاسوار الداخلية فهي بتحيط بالبرج من 3 اتجاهات بس، وهي الشرق والغرب والجنوب، وبينها وبين الاسوار الخارجية فاصل من 5 ل 10 متر، وفيه 34 غرفة كانت مخصصة سكنات للجند ومخازن للأسلحة والمؤن. والمدخل الأصلي هنلاقيه في الركن الجنوبي الغربي من السور الخارجي، والباب ما بقاش بيستعمل واستبدل بالباب الحالي اللي موجود في منتصف الضلع الجنوبي. اهتم بالقلعة سلاطين وحكام مصر لأهميتها من الناحية العسكرية. في العصر المملوكي لما تولى السلطان قنصوة الغوري حكم البلاد، اهتم بالقلعة اهتمام خاص وزود في قوة حميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. ولما حس ان خطر العثمانيين قرب، اصدر مرسوم عسكري ينهي فيه عن اخراج الاسلحة من القلعة، والشنق والاعدام هيبقى جزاء اللي هيفكر يسرق حاجة من القلعة. وكمان امر بنقش الامر على لوحة من الرخام مثبتة فوق الباب وانت داخل. لما الاتراك العثمانيين استولوا على مصر، استخدموا القلعة مكان لحمايتهم زي ما عملوا في قلعة القاهرة ودمياط والبرولوس وقلعة العريش. طبعا انت قاعد دلوقتي ما تعرفش غير قلعة محمد علي اللي هي اصلا ما اسمهاش قلعة محمد علي. المهم، العثمانيين اهتموا بالمحافظة على القلعة وخلوا فيها طوائف من الجند المشاة والفرسان والمدفعية وجماعة الطبالين ونافخي الأبواق والمعماريين والنجارين. ولما قوتهم الحربية ضعفت، القلعة بدأت أهميتها الحربية تقل نتيجة ان اللي بيحميها ضعيف. وفي سنة 1798 ميلاديا لما الحملة الفرنسية دخلت مصر من الاسكندرية، كانت القلعة محتفظة بشكلها وعمارتها، ووقعت القلعة الجميلة دي في يد الحملة المتوحشة دي عشان ما كانش فيه حد يحميها. احمد ربنا يا عم انك بتدخل تنام وانت مطمن ومرتاح البال، غيرك كل يوم في حروب. وبالمناسبة خلونا ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يشيل عنهم همهم وينصرهم، طبعا انتوا عارفين. وهنا بقى يجي دور محمد علي لما استقرت الامور في مصر ليه، وبدأ يشتغل على تحصين البلد وسواحلها، وامر بتجديد القلاع والحصون القديمة وبنى قلاع جديدة. وقلعة قايتباي خدت اهتمام كبير من محمد علي، جدد مبانيها اللي قايلة للسقوط ورجعها لحالتها الأصلية، وأصلح ورمم الأسوار الخارجية وزودها بالأسلحة الحديثة وخصوصا المدافع الساحلية. وفضل خلفاء محمد علي مهتمين بالقلعة لحد سنة 1882 لما قامت الثورة العربية وضرب الأسطول الإنجليزي يوم 11/7 مدينة الإسكندرية، وهدم قلعها وأصاب حصونها وعمل تخريب شامل في القلعة. وفضلت القلعة شبه مهدودة لحد ما اعتنت بيها لجنة حفظ الآثار العربية. فضلت القلعة مهملة لحد سنة 1904 ميلاديا، وقتها اتهدمت الأجزاء المتبقية من الأدوار العليا بمعرفة وزارة الحربية في الوقت ده. فبدأت القلعة تلفت أنظار المهتمين بدراسة الآثار الإسلامية في مصر، وخصوصا لجنة حفظ الآثار العربية، واللي أصلحت بعض الأجزاء، لكن كان الإصلاح خفيف
لأن ما كانش فيه إمكانيات مادية وقتها. واللجنة جمعت المستندات التاريخية والأثرية للقلعة، ومشروع حفظ الأثر استند على الدراسات اللي قام بيها علماء الحملة الفرنسية، والمنشورة في كتاب وصف مصر، والتانية في كتاب الرحالة كاسيوس اللي اتنشر في باريس سنة 1799 ميلاديا. بعد كده بتاخد هيئة حفظ الآثار المصرية دورها في ترميم وإصلاح اللي اتهدم من القلعة، وبالفعل نجحت في ده وأخرجت لينا قلعة قايتباي بالشكل الحالي. وبالطبع زيها زي أي أثر بتحتاج القلعة للترميم كل فترة، وآخر عملية ترميم وصيانة حصلت للقلعة كانت في شهر 1 2023. قلعة قايتباي في الإسكندرية كانت مكان لتصوير أفلام كتير. أشهر الأفلام دي فيلم بطل للنهاية اللي اتصور في سنة 1963، وكان بطولة فريد شوقي ومحمود المليجي وليلى طاهر. وكمان فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف اتصور في قلعة قايتباي. وانت بقى آخر مرة نزلت القلعة كانت امتى؟ وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. سلام.